And it goes a little something like خلونا اكلمكم عن قناه وورد اوف اكشن، القناه التانية اللي متاكده ان هي هتعجبكم جدا، وبنزل فيها ملخصات جديده كل اسبوع، ومش ناقصنا هناك غير وجودكم ودعمكم لينا. هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف والتعليق المثبت. وبس يلا نبدا احداث درامتنا الجديده مع بعض. المسلسل بيبدأ بالبطل وهو ماسك البطلة وبيقول لها انت لسه ما شفتيش حاجة، ده انا هوريكي، ويسيبها وهي بتصرخ ويروح يركب العربية، ويظهروا بعديها قدام مستشفى امراض نفسية، وبيزق البطل على الارض ويضحك عليها العيانين، فتلف وتمسك في ايد البطل وتقول له شو ارجوك صدقني انا ما عملتش حاجة. فينزل يقول لها انت تخرسي خالص، ابوك اتخلص من ابويا، مش ندمانة خالص من اللي حصل، بس انا مش هتخلص منك بسهولة، ده انا هوريكي الاول. ويمسكها ويزقها وهي خايفة وتقول له شاو لا شاو، لحد ما يزقها قصاد البوابه وتجري عليه وتقول له لا استنى ما تسيبنيش هنا. فيقول لها عيلتك مدينه ليا على اللي عملوه وانت اللي هتسددي ده. فتقول له لا لا استنى اوعى تمشي، ما ينفعش تسيبني هنا. لكنه بيفتح الباب ويطلعوا ياخدوها وهي بتصرخ وتنده عليه شاو شاو، لكنه بيمشي ومش بيبص وراه ويقول ناني انا مش هخليكي ترتاحي لبقيه حياتك. وتبدا حياه ناني الصعبه فعلا، هما بيرموها بالدقيق والبيض وتفضل على الوضع ده اكتر من سنتين من غير اي حل، وتكون طول الوقت بتفكر ازاي شاوي يعمل فيها كده، وتكون عاوزة تنتقم منه، وتقوم وهي بتعيط ومش شايفة قصادها حتى. لكن فجأة بتتخطف من المكان وبتظهر في فندق وفي شاب بيتقرب منها، وتبدأ تفوق ناني وتبص لنفسها وتقول انا فين، وتحس بايد الشاب وتصرخ وتقول له انت مين ابعد عني. فيقول لها اهدي بس انت جميلة قوي هنتسلى سوا شوية. فتصرخ وتقول له لا ابعد عني لا. فيقول لها ما تخافيش انا هنا ويقرب منها، لكنها بتضربه وبتطلع تجري بره الاوضه، ويجري وراها رجالته لحد ما تلاقي اوضه مفتوحه وتدخل وتقفل الباب وهي خايفه. وفجاه يقرب منها شاب ويكون البطل شاو، ويكون مش في واعي، وتكون الأوضة ضلمة وما يقدروش يعرفوا مين. وتنزل بعدها ناني الشارع وهي بتعيط وتفتكر اللي حصل معاها وتقول انا ليه بيحصل معايا كده، وتتخبط في الناس وهي مش شايفة قصادها اصلا، وتنهار من العياط وتفتكر اللي كان بيعملوا فيها شاو وان هو كان بينتقم منها من اول ما عرف اللي حصل. وتعيط ناني وتكون مش عارفة ليه بيحصل فيها كل ده. وهنا تيجي عربية المستشفى اللي كانت فيها وياخدوها مرة تانية وتقول حتى بعد كل ده مش قادرة اهرب منك يا شاو. وتاني يوم الصبح يصحى شاو ويبص جنبه ما يلاقيش حد، ويستغرب ويقول ايه اللي حصل امبارح، ويقوم ويلبس ويجيله المساعد ويقول له رئيس انا اتحققت في الموضوع، وفعلا مرات ابوك هي اللي وراه، وان هي دفعت فلوس للي شغالين في الفندق وحطت لك دواء في المشروب. فيقول له اعرف لي البنت اللي دخلت الاوضه امبارح كانت مين. فيقول له اوامرك يا رئيس. فيقول له ورانا ايه النهارده. فيقول له النهارده ذكرى وفاة والد حضرتك. فيقول له حضر العربيه تاني ابعتها المستشفى الامراض النفسيه. فيقول له تمام. ويقول شوف في سره عدى وقت طويل ما شفتكيش فيه يا ناني. وتظهر المستشفى تكون ناني جوه في حاله صدمه لسه ومش مستوعبه اللي حصل معاها. ويدخل عليها الدكتور والممرض ويقرب منها فتخاف منه جدا وتقول له انت بتعمل ايه. فيضربها الدكتور بالكف ويقول لها انا بعتك للرئيس ونغ امبارح لكنك ضربتيه، انت مفكره نفسك مين، انت مجرد بنت فاسده. فتقول له يعني انت اللي عملت فيا كده ليه بس. وتقوم وتزق انت ايه مش مستحمله تقعدي من غير حبيب. فتقول له لا صدقني. فيبص للممرض اللي بيقول له رئيس انا اسف صدقني كل اللي حصل بسببها هي. ويقول الدكتور ان ناني دايما كده، لكنها المفروض تكون عارفه ان حضرتك بتيجي كل سنه في اليوم ده علشان تشوفها ازاي تعمل كده النهارده. فتجري عليه ناني وتقول له لا صدقني دي مش الحقيقه. فيتعصب ويبص عليها ويلف يضرب الممرض ويرجع يمسك ناني ويقول لها انت كنت بتستمتعي هنا بس انا مش هسمح بان ده يحصل ابدا، انا هوريكي. ويزقها في الارض ويقول لها ماشي انت اللي عاوزه ده. ويبص للممرض ويقول تقدر تعمل اللي انت عاوزه انا سامح لك. فتمسك فيه وتقول له شاو لا تقدر تنتقم مني باي طريقه تانية غير دي ارجوك مش عاوزه لا. فيزقها بعيد عنه فترجع تمسك في ايده وتقول له ارجوك يا شاو. فيقول لها ما تلمسينيش انت مقرفه، ويبعدها عنه مره تانية وهي بتعيط وتقول لا ارجوك شاو لا. فيسيبها ويطلع فتقول له شاو اتخلص مني شاو اخلص مني ارجوك وخلاص. فيقف بره ويقول للدكتور خليها تخرس انا مش عاوز اسمع صوتها. فيقول له حاضر يا رئيس. ويقربوا منها جوه وهو طالع ويبص وراه ويمشي ويسمع صوتها وهي بتقول ارجع يا شاو تعالى تخلص مني ارجوك يا شاو. ويركب العربية ويبص على المستشفى قبل ما يمشي، وتحت يقفل الدكتور بقها
لكن شاو ما بيقدرش ان هو يمشي، وبيرجع يجري لها مرة تانية ويبص له الدكتور باستغراب ويقول له حصل حاجة، فيقول له اطلع بره، فيطلعوا الاتنين. ويقول لها شاو تفتكر ان انا فهمتك غلط بجد يا ناني؟ خلاص غير هدومك يلا. فتقول له شاو اتخلص مني وخلينا ارتاح. فيقول لها ده مش انتقامي، انا مش هاخده بالطريقة ديت. ويقعد وهي بتعيط ويقول لها يلا. فتقوم وهي ماسكة الهدوم. فيقول لها رايحة فين؟ غيري هنا. فتقول له انت بتعمل فيا كده ليه؟ فيقول لها براحتك، ممكن اقول للمساعد يدخل يساعدك. فتخاف ناني تروح فين؟ فيقول لها عند الاحوال المدنيه، ويشدها ويزقها في العربيه وتقول له هنعمل ايه هناك؟ انت ناوي على ايه؟ فيقول لها انت وصلت لسن الجواز خلاص. فتقول له لا. هتجوزني مين؟ انا مش هتجوز، نزلني. فيقول لها اللي انا هقوله هيتنفذ، انت مالكش اي اختيار. فتقول له لا. ويسكت شاو ويقول في سره دي بنت عدوي، ما ينفعش مهما كان اضعف قصادها مره تانية. فتبص له نانيا وتمسك في ايده وتقول له ارجوك اعمل اللي انت عاوزه فيا، بس بلاش موضوع الجواز ده، بلاش تنتقم مني بالطريقه دي. فيسكت شاو ويقول هو ليه صوتها شبه البنت اللي كانت معايا بالليل؟ ازاي تكون؟ لا تكون هي، وهي كانت في المستشفى في الوقت ده. ويفوق ويقول لها انا اعرفك بقالي اكتر من سنتين، واعتقد انك فهمتني خلاص، وان كلامك ده ملوش اي فايده عندي. وهنا ترن عليه مرات ابوه وتقول له شاو انا سمعت انك كنت في الفندق امبارح وكان معاك واحده. فيقول لها ما تقلقيش انا اخدها ورايح الاحوال المدنيه. فتقول له تقصد ايه؟ ناوي تتجوزها؟ فتتصدم ناني ويقول اه، ويقفل ويبص لناني ويمسكها ويقول لها اسمعي كلامي كويس، انت هتتجوزين انا. وفعلا يوصلوا المكان وتكون ناني ماسكه القلم ومش عاوزه توقع. فتقول لها العامله اذا كنت راضيه عن الجوازه ولا لا. فيلحقها شاو ويقول طبعا مراتي متحمسه شويه مش اكتر. ويمسك ايديها ويقول بصوت واطي انك لو ما اتجوزتنيش هتخلص من اهلك كلهم، ومش بس كده. فتبدا توقع ناني ويخلصوا وياخدوا شهادات الجواز. ويقول لها ايوه كده يا مراتي، ما تفكرش ان انتقامي انتهى. فتقول له يعني جوازنا ده مجرد بدايه جديده لانتقامك صح؟ فيقول لها الله، اما انت طلعت بتفهم اهو. ويبعد ويقول لها يلا بينا. وتقوم ناني وراه ويوصلوا البيت، ويقف الخدامين يتكلموا عليها ويقولوا ان هدومها قديمه وشكلها وحش. فتزعق لهم كبيرة الخدم وتقول ان الرئيس شو واقف، وان دي مش واحده عاديه دي مراته. فيشدها شو ويقول غيروا لها هدومها وظبطوها وبعتوها اوضتي. فتتصدم ناني وتقول لا انا هنام في اي اوضه عادي، اوضه الضيوف حتى. فيشدها ويقول لها انت هتكوني في المكان اللي على مزاج انا. ويسيبها ويمشي. وتقف ناني وتقول انا لازم اهرب من هنا. وفي الوقت ده يقعد شاف في المكتب ويكلم دكتوره ويساله اذا كانت النتيجه طلعت ولا لا. ويقول له ان هي طلعت فعلا يا شاو، وانك تعبان ودي نتيجه الدواء وانك لازم تبدا تشربه. فيتضايق شاو ويقول اذا كان في علاج. ويقول له اه طبعا العلاج هبعتهولك حالا، بس لازم نعرف الاول انت ايه الماده اللي كنت بتاخدها، وده هيسهل علينا جدا. فيقول له هشوف واعرفك. ويقفل ويقول انا عمري ما كنت اتوقع يا مرات ابويا انك تكوني بتفكري بالطريقه دي وهتوصلي بينا لهنا. وهنا تدخل عليها رئيسة الخدم وتقول رئيس حصلت حاجة كبيرة. فيقول لها ايه مالك؟ فتقول له هشرح لك، الأنسة ناني هربت. فيقول لها ايه هربت؟ ويدخل الحمام ويلاقيها هربت من الشباك. ويقول لهم انتوا أغبياء سايبينها لوحدها في حمام بشباك بالشكل ده. فتقول له رئيس بس تليفون مراتك هنا وفي تسجيل صوتي عليه كمان. فيسمع وتكون ناني بتقوله ان كفايه سنتين انتقام، وان هي مش بتدين لي باي حاجه اكتر من كده. فيرمي الفون ويقول دوروا عليها بسرعه، هي مش هتقدر تجري مسافات طويله. فتقول له تمام. وتظهر ناني وهي ماشيه في الشارع وتلاقي رجاله شاو قصاد المستشفى اللي فيها امها، وتفهم ان هو عارف ان هي هتعمل ده. وتلاقيه طالع في التلفزيون ويسالوا الصحفيين رئيس شاو هو انت فعلا هتبدا تشتغل في مجال التمثيل؟ وتساله صحفيه تانية ان هو اتصور وهو في مكتب الاحوال المدنيه وان هو كان بيعمل ايه هناك. فيقول انا اتجوزت، ومن هنا بطالب من الانسه ناني مراتي ان كفايه لعبه قوي كده، ويا ريت ترجع البيت لان هي وحشتني. وتخاف ناني من الكلام، لكن بتطلع امها قصادها من المستشفى فتنسى نفسها وتطلع تجري عليها وتقول ماما ماما عامله ايه؟ انتوا اخدينها فين؟ سيبوها. وهم يبصوا لبعض ويمسكوها وهي بتصرخ وتقول لهم ابعدوا عني. فيقول لها ان دي اوامر الرئيس شاو يا انسه لو سمحت. فتقول لهم مش ههرب تاني بس اشوف امي لو سمحتوا. لكن بيرفضوا طبعا. وبتتنقل امها وبتصرخ ناني جدا عليها وتزقهم وتطلع تجري عليها وتعيط. وبعد شويه ياخدوها ويروحوا لشاو وتدخل ويقول لها
عرفت ارجعك. فتقول له سيب ماما في حالها، مهما حصل عندك انا عندك موجودة، اعمل فيا اللي انت عاوزه. فيقول لها وانت كنت مفكرة ان انا هعمل ايه لما تهربي؟ فتقول له اسفة انا كنت غلطانة. فيقول لها هعمل ايه باسفك دلوقتي؟ فتقول له اوعدك مش ههرب تاني. وتقول في سرها طالما مش هقدر ان انا اهرب منك انا هفضل معاك وخلاص واعرفك الحقيقة. فيقرب منها ويقول لها تختاري اتخلص من اليمين ولا الشمال؟ فتقول له لا ارجوك مش هعمل كده تاني. فيقول لها المرة الجاية مفيش مسامحة، ودلوقتي لو عاوزين اسيب مامتك تقدري تحاولي تفرحيني شوية. ويروح ويقعد، فتقعد ناني في الارض قصاده وتديله القهوة. فيمسكها ويقول لها انت بتحاولي ترضيني كده؟ فتقول له انا، وتقرب منه وتقبله هي، وبتقول في سرها ان ده اكيد هيرضيه. فيزقها بعيد وتتضايق ناني وتقوم تجري. فيقول لها اطلعي بره. وهنا يوقفها المساعد ويقول لها ان رئيس شاو عاوزك تساعدي مع فريق التنظيف في الشركة. فتقول له تمام هروح، وتمشي. ويستغرب المساعد جدا ويقول ان ازاي ناني مرات الرئيس ورغم ده عاوزها تشتغل مع النظافة. ويقول لشاو ان السيدة ام ناني انتقلت للمستشفى. فيقول له شوف لها احسن دكتور هناك وما تعرفش ناني اي حاجة خالص، فهمت؟ فيقول له اه اكيد يا رئيس حاضر. ويفتح الفون ويشوف الكاميرات ويلاقي ان في واحدة بتضايق ناني، ويقفل ويقوم، وتكون البنت بتحاول تضرب ناني بالكف لكنها بتمنعها. فتقول لها انت ازاي بتعامليني كده؟ انت ما تعرفيش انا مين؟ اعتذري مني فورا يلا، انت مش شايفة انا كنت هقع بسببك. فتقول لها واضح ان انت اللي المفروض تعتذري عن طريقة كلامك دي، غير ان في لفتة مكتوب عليها ان الارض مبلولة، لكن واضح انك ما بتشوفيش كويس. فتقول لها انت ازاي بتكلميني كده؟ انا هوريكي انت هتطردي النهاردة. فتقول لها اطرد ليه؟ انت مين؟ فتقول لها انا خطيبة شاو رئيسك. فتتصدم نان وتقول في سرها امال انا مين؟ ده انا مراته. تقول لها بس اعتقد ان الرئيس شاو اعلن النهارده عن مراته وما كانش بيتكلم عن حضرتك اكيد، علشان كده حتى لو انت خطيبته فما عادش ليكي لازمه. فتقول لها دي اخبار فيك مش حقيقيه على فكره، مستحيل شوي يتجوز واحده غيري، ده غير ان خطوبتنا كانت بحضور ابوه كمان قبل ما يتوفى. فتقول لها بجد يا انسه دي حاجه كويسه، اتمنى يكون كلامك صح وانا بدعمك في ده. فتقول لها انت بتدعميني؟ انت مين؟ فتقول لها اه انا بتكلم بجد وبدعمك. وهنا تشوف شاو وتنده عليه وتجري عليه وتجيبه وتمسك فيه وتقول له ان الخدامه دي كانت هتخلينا اقع، ده غير ان هي كانت بترد عليا، انا عاوزك تعلمها درس ما تنساهوش. فيقول لها عاوزه ايه؟ فتقول له خليها توطي وتمسح الميه اللي بهدلت جزمتي من على الارض. فيقول لها سمعتي؟ فتتصدم ناني وتقول البنت يلا بسرعه، وتوطي ناني تمسح الجزمه. فيدوس شاو على الفوطه وتعيط ناني وياخد البنت ويمشوا، وتوقفه وتقول له شاو هو انت بجد متجوز زي ما سمعت؟ انت مش وعدت العم مو انك تتجوزني؟ فيقول لها تقدري تنفذي الوعد ده لوحدك، وتاني مره يا ريت ما تجيش تعدلي على اي موظف عندي. ويسيبها ويمشي وهي متضايقه جدا. وبالليل في المطر تكون ناني مروحه ويشوفها ويكلم المساعد اللي بيروح لها بالمظله ويقول لها ان السيد شاو طلب ان انا اوصلك للبيت بدل ما تمشي، بس لازم تروحي وتطلبي منه ده. فتتضايق ناني اللي بتكون اصلا مش طايقه شاو وتطلع تجري في المطر، والمساعد بينده عليها ويكون الجو صعب جدا، ويقف شاو في الشباك مستنيها ويكون الوقت اتاخر عليها جدا وهي لسه بتجري في الشارع. واول ما توصل تخبط في مرات ابوه بالغلط اللي بتقول لها ايه ده انت ما بتشوفيش؟ فتقول لها انا اسفه وتحاول ان هي تمشي، لكن توقفها وتنده على كبيرة الخدم وتسالها هي مين دي وبتعمل ايه هنا، تبع شاو اكيد. فتقول لها سيدة شانغ انت ما تعرفيهاش بس دي مرات السيد شاو. فتتصدم وتقول بجد انت؟ وتقول في سرها بس مش دي نفس البنت اللي انا بعتها وقتها؟ ازاي؟ فتقول لها ناني تقصدي ايه؟ فتقول لها لا ابدا مفيش، بس طالما وصلتي للبيت ده ولعيلتنا دي لازم تعرفي ان الموضوع مش بالساهل وان في قواعد لازم تمشي عليها، وبعدين بصي لنفسك ولهدومك عامله ازاي، انت شكلك مبهدل خالص. فتقول لها حاضر هاخد بالي. فتقول لها الصراحه انا مش فاهمه ايه القرف ده، ازاي شوافق ان واحده زيك تدخل عيلتنا؟ ده اي واحده في البلد هنا اجمل منك. فينزل هنا شو يحط الجاكيت بتاعه على كتف ناني ويقول بلاش ترخمي عليها مرة تانية. فتقول له تقصد ايه يا شاو؟ انت مش شايف ان ده كلامي؟ ده قواعد البيت وانت عارفها كويس. فيقول لها بس ده بيتي انا مش بيتك عشان تمشي كلامك. ويبص لكبيرة الخدم ويقول لها يا ريت توصلي الضيوف عند الباب، وياخد ناني ويطلعوا. فتقول لها ناني هي دي مامتك؟ فيقول لها مرات ابويا. فتقول له بس رغم ده ما كانش ينفع تكلمها بالطريقة دي برضه. فيقول لها ولا هي كان لها حق ان هي تكلم مراتي بالطريقه ديت، ويشاور لها على علب من على الترابيزه ويقول لها افتحي دول، ويقعد فتقعد تفتحهم ويكون اكل، ويقول لها ان ده ليكي. فتبدا تفتكر ان امها كانت بتعمل لها الاكل ده دايما وتعيط على الحال اللي وصلوا له. فيقول لها
مالك يا ناني؟ فتقول له لا ابدا، بس انا مش جعانه. فيقعد جنبها ويقول لها لازم تاكلي، ويبدا يحاول ان هو ياكلها بنفسه. وتستغرب ناني جدا من معاملته، بدات تتغير فجاه، ويحط لها ملف ويقول لها ان دي اتفاقيه طلاق وانا وقعت عليها، وبعد 3 شهور هنبقى مطلقين رسميا. في ال3 شهور دول هتفضلي معايا وتكوني مطيعه قدر المستطاع لحد ما نسيب بعض. فتقول له ماشي، لكن انا عندي طلب. فيقول لها عاوزين اسيب مامتك صح؟ فتقول له لا، انت ما حاولتش تدور في موضوع التخلص من ابوك ده مرة تانية؟ فيتعصب ويزقها بعيد ويقرب منها. فتقول له بابا دكتور طوارئ وعنده خبرة كبيرة، لا يمكن يدي حد دواء غلط صدقني. فيتعصب ويقول لها واضح ان انا كنت غلطان عشان عملتك حلو، ومهما قلتي مش هصدق لان الغلط كان من عند ابوكي وقتها، وعمري ما هصدق غير الكلام ده. فتقول له بس دي مجرد ثقة مني في ابويا. فيقول لها خراسي، وبعدين مفيش دليل على كلامك ده غير ان ابوكي ذات نفسه اعترف باللي عمله في السجن. فتقول له هم اجبروه يعترف غصب عنه صدقني. فيقول لها دي كانت غلطتي فعلا ان انا حاولت انهي انتقامي، لكن خلاص انا هوريكي من جديد، اوعي تفكري ان حياتك هتكون حلوة. ويسيبها ويمشي، وتقعد ناني تعيط. وبعد شوية ياخدها الأوضة وتلاقيه عامل لها فرش على الأرض. فتقول له هنام هنا، وتدخل تنام وهو بيبص عليها ومتضايق. ويدخل ياخد شاور ويقول ان مشاعري بدأت تتحرك من ناحية ناني مرة تانية، ويتضايق من نفسه. ولما يخلص ويطلع يصحيها ويحاول ان هو يقرب منها، فتقول له مالك حصل ايه؟ انا اسفة، المفروض ما كنتش انام هنا صح؟ وتحاول تقوم. فيمسكها ويقول لها كل يوم عمالة تلبسي وتتظبطي وتبص عليا، بتحاول انك تغريني صح؟ مفكرة نفسك هتعرفي، لكن هتشوفي. ويقرب يقبلها، فتصرخ ناني لكنها بتحضنه. فيستغرب شاو جدا ويقول حتى لو عملت ايه مش هتقدري توصلي اللي انت عاوزاه يا ناني، انت مجرد خدامة عندي، واول ما اخلص لعب بيكي هرميكي. ويسيبها ويقول اطلعي بره. هتخاف منه ناني وتقوم تجري بره الأوضة، والصبح يدخل عليها وهي نايمة. فتقوم بسرعة وتقول له صباح الخير. فيقول لها انت نايمة لحد دلوقتي؟ فتقول له انا مش ورايا حاجة. فيقول لها ازاي بس؟ انت مش هتقعدي هنا، انت هتيجي معايا الشركة. ويشدها في ايده ويمشوا. وفي الشركة يتعصب شاو على الموظفين ويقول لهم في خلال 5 ايام لو الشغل ده مخلص هتطردوا من هنا. ويرمي الملف فيقع على ايد ناني وتتوجع. فيبص لها فتقوم وتقول له انا خلصت تنظيف. وتطلع له كيس صغير وتقول له اه ده في حاجات عشان تهديك وتخليك تنام بشكل كويس بدل ما انت بتكون تعبان بالليل. فيرميه في الزبالة قصادها ويقول لها انا مش محتاج الخرافات دي. فتقول له صدقني لو جربته هينفعك جدا، ده كويس قوي. فيقول لها اطلعي من هنا. وبعد ما تطلع ياخده مرة تانية، ويكون مش عاوز يحسسها بحبه ليها، ويتكلم في الفون ويقول لقيت اللي قلت لك عنه. فيقول له سيد شاو احنا بنعمل اللي في ايدينا. فيقول له هات لي كل المعلومات باي تمن. وفي الوقت ده وناني مروحه توقفها مرات ابوه وسو وتقول مش دي السيده شاو؟ فتقول لها بتهزري، هي دي مرات شاو الجديده؟ ما كنتش متوقعه، عملت نظافه قدرت تسرق قلب شاو. فتقول لهم ناني انكم بتتكلموا عن الشخص الغلط، وتحاول تمشي لكنهم بيمسكوها وتقول ابعدوا عني ابعدوا. فتقول مرات ابوه انت مفكره نفسك مين؟ احنا هنعرفك نفسك كويس النهارده. فتقول لها لو شاو عرف مش هيسيبكوا في حالكوا. فتقول لها سو انت بتتكلمي بجد؟ انت مصدقه ان شاو ممكن يحب واحده زيك؟ ده مجرد وجودك بيسيء لشكل عيلتنا اصلا. وياخدوها ويركبوها العربيه معاهم. وفي الوقت دوت يكون شاو في الشركه، ويدخل له المساعد ويقول له سيدي هنمشي. فيقول له ناني. فيقول له السيده ناني مشيت من بدري. فيستغرب ويفتح فونه ويشوف ان مرات ابوه سو اخدوها. ويقول واضح ان هم عاوزين اخرتهم تكون على ايدي النهارده، يلا بينا. فيقول له حاضر يا رئيس ويمشوا. وفي الوقت دوت تزقها سو على الارض وتضحك عليها وتقول ايوه كده اعرفي انت مين كويس يلا. فتخاف سو. فتقول لها مرات ابوها بلاش تخليها تأثر عليك بكلامها الاهبل ده، استني شوفي هتبقى عاملة ازاي لما نبهدلها ونرميها، انا زهقت منها ومن وجودها اصلا. دي اخدت مكانك يا سو، وخليكي فاكرة ان دي فرصتك اللي مش هتتكرر مرة تانية. فتقول لها عندك حق، انا لحد دلوقتي مش مستوعبة ان شو اتجوز واحدة غيري اصلا. فتقول لها ايوه يا سو اياك تسيبيها تمشي. فتضحك ناني وتقول لها انت بتضحكي على ايه؟ فتقول لها بضحك عليك يا هبلة، مش قادرة تفهمي لسه ان تشانغ بتستخدمك عشان تتخلص مني ومنك؟ فتقول لها اسكتي. فتقول لها خلاص خليها هي اللي تتخلص مني. فتقول لها عمة تشانغ هتعملي ده صح ولا لا؟ مش معقول تكوني هتقفي وتتفرجي بس اكيد. فتقول لها اهدي يا سو، دي بتحاول توقع بينا، انت تسمعي كلامها ولا ايه؟
فتقول لها شفتي مش عاوزة تتحرك حتى. فتقول لها عم تشانغ لو ما بدأتش انت الأول أنا مش هعمل حاجة. فتقول لها بص يا سو ابدأ انتي وانا همسكها علشانك، ويلا بسرعة عشان نخلص ونمشي بقى. فتمسكها اي حاجة ما تقلقيش، فكري في نفسك انتي الأول. وهنا يوصل شاو ويقول ابعدوا عنها. فتقول له شاو الحقني بسرعة. فيقول لها ايه اللي انتي بتعمليه ده يا سو، انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ انا هوريكوا بكرة على اللي حصل في مراتي ده. ويوطي لناني ويقول لها انتي كويسة؟ فتقول له اه، ويفك ايديها ويقول لها قومي. فتقول مرات ابوه انت ايه اللي جابك هنا يا شاو؟ ده انا ومرات ابني كنا بنهزر سوا شويه. فيقول لها هزار ولعب بجد؟ امال ايه اللي في ايديكوا ده؟ دي لعبه دي كمان؟ ويرميها. فتقول له شاو انت خايف عليها قوي كده؟ فيقول لها دي مراتي، ولو ما كنتش هدافع عنها دافع عن مين؟ كفايه ان انا مش هرد عليكم النهارده. ويشيل ناني ويقول المفروض تفرحوا ان ناني كويسه، لان الموضوع ما كانش هيعدي بالسهل كده. عشان كده ارجعي بيتك يا سو، مش عاوزه اشوف وشك مره تانية. وانت يا تشانغ ما تفكريش في قرش واحد تاخديه مني لمده سنه. فتقول له انت بتقول ايه؟ دي كل الفلوس دي اديها ابوك، انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ فيقول لها سنتين. فتقول له انت بتقول ايه؟ فيقول لها 3. وياخد ناني ويمشي. ولما يرجعوا البيت ويقعد يقول لها انت عملتي فيا ايه؟ فرحانه طبعا ان انا عاقبت سو مرات ابويا علشانك. فتقول له لا نهائي، اقدر ارد وكمان اقدر اضايقهم زي ما عملوا فيا، لكني ما بقدرش اعمل حاجه معاك. فيشدها ويقرب منها ويقول لها ده علشان انت مدينه ليا. ويرن فونه ويكون جده ويرد عليه ويقول تعالى البيت القديم حالا. فيقول له حصل حاجه؟ فيقول له بقول لك تعالى دلوقتي. ويقفل. فيقول لها جدي عاوزني، واكيد عرف ان انا اتجوزت، ده من حظك اتصل جدي دلوقتي نقذك من ايدي، بس الموضوع ما خلصش بالسهوله دي. دلوقتي عاوزك تيجي معايا، قومي والبسي 5 دقايق وتكوني قصادي. فتقول له حاضر. وتقوم ناني تجري. وفعلا بعد شويه يوصلوا عند الجد، وتكون مرات ابوه هناك وتقول له هي دي يا جدي بنت الدكتور فينغ، وشاو عاوز يتجوزها بعد اللي ابوها عمله في ابنك. فيتضايق جده ويقول انت عاق يالا، انت ازاي كده؟ انت عارف ان ابوها هو اللي اتخلص من ابوك ولسه مكمل معاها عادي وجايبها في ايدك كمان. فتقول له ده يا جد انا اول ما سمعت عن الموضوع ده النهارده جيت لك اجري، قلت لا انك لازم تلحق الموضوع ده في البدايه من اسرع وقت، بس انا عملت كده علشان تسال تشاو وتتناقش معاه، مش عشان نعمل مشاكل. انا عايزك تتكلم معاه بهدوء. فيقول لها هو الموضوع ده في نقاش؟ فتقول له شاو انا قلت له علشان عندي مشكله ان البنت عدونا تدخل بيتنا، وده ما ينفعش، مش عشان انت بتتجوز طبعا، لان الموضوع ما يفرقش معايا. فيقول لها اه هي بنت الدكتور فنغ فعلا، لكن ازاي هنحاسبها على غلطه ابوها يعني وهي ملهاش ذنب؟ فيزعق له جده ويقول له انت مجنون، ايه الكلام الاهبل ده؟ هو مفيش غيرها يعني؟ وبعدين انت مش ابوك كان خاطبك لسو بنت شريكه؟ ويتعب الجد فيقول انا مش هتجوز غير عن قصه حب يا جدي. فتبص له نانيا وهي مصدومه وتقول انت بتقول ايه؟ فيقول لها انت ما بتسمعيش فجاه؟ قلت ان انا مش هتجوز غير البنت اللي بحبها. فتقول له انت تقصد انك بتحبني؟ فيقول لها ناني مش وقت الكلام ده خالص، اطلعي من دماغي. فتقول له انا بس بحاول افهم اللي بيحصل. فيبعد عنها ويقول جدي اتمنى اللي بعمله ما يضايقكش، اهم حاجه انك تكون انت كويس وتاخد بالك من نفسك، اما عن امور العيله انا واخد بالي منها كويس، ما تقلقش انت. فيقول له فهمت، بس البنت دي تمشي حالا. فيقول له تمشي او لا ده بايد انا مش بايد اي حد تاني. فيقول لها ناني فنغ انت بنت فاسده، ابوكي هو اللي تخلص من ابني، وانت دلوقتي بتحاولي انك تغوي حفيدي وتاخديه مني هو كمان، هي عيلتكم مش وراها غيرنا ولا ايه؟ بس انا هعلمك درس. ويقوم. فتخاف ناني وتقول شاو الحقني. فيبص لها شاو ويقول في سره ان هي عماله تخطف في قلبي كل شويه. ويقول الجد شايفين الفاسده بتعمل ازاي ومخليه حفيدي يحميها مني، بس هتشوف انا هعمل فيها ايه. ويحاول يضربها لكن شاو يحضنها وياخد الضربه هو بدلها. ويقول في سره واضح ان انا وقعت في حبك بجد. وهنا يرن فونه ويرد، ويكون المساعد اللي بيقول له رئيس انا لقيت البنت اللي كانت معاك اليوم ده في الفندق. فيقول له فين؟ فيقول له في مستشفى الامراض النفسيه. فيبص لنانا ويقول معقول تكون هي تكون قدرت تهرب اليوم ده؟ ويقفل ويقول يلا، ويتشدها ويمشوا سوا. ويوصل عند المستشفى ويسال المساعد هي فين؟ فيقول له جوه في اوضه المدير. ويدخلوا وجوه تظهر بنت ماسكه في ايد المدير وخايفه. ويقول شاو هي دي انت متاكد؟ فيقول له ايوه يا رئيس متاكد، هي بنت المدير اسمها تشان. فيقول ولقيتها ازاي؟ فيقول له بسبب الفاسد ده كان بيهدد المدير ان هو يتخلص منه او يسمح له يتعشى مع بنته. وطبعا المدير اجبر ان هو يوافق، لكن لما بدأ يتقرب منها الانسه تشان هربت ودخلت اوضتك بالغلط. فيزعق له الراجل ويقول انت مين وبتتجرأ تربطني ازاي؟ فيقول له انت اللي مين؟ فيقول له سمعت عن عيلة مو، انا قريبهم. فيقول له بجد؟ اتصدق خفت.
بس انت تعرف ان انا شاومو، ورغم ده عمري ما سمعت عنك في عيلتنا. فيتصدموا كلهم ويضربوا ويقول للمساعد يخرجه بره، ويقرب هو منها ويقول انت تشان. فتقول له اه، انا سمعت انك بتدور عني ليه؟ فيقول لها بعد الليله دي كنت بدور عنك، مش فاكره اللي حصل يوميها ولا ايه؟ فيقول لها المدير طبعا فاكره طبعا، هي بس متوتره شويه يا رئيس شاو، لانها ما كانتش متوقعه تجيلها بنفسك كده. فتقول له بابا. فيقول لها مالك يا بت، مفكره ان انا مش عارف اللي حصل معاكي يوميها ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا عارف كل حاجه كويس، بس طالما طلع الرئيس شوي يبقى مش حد غريب يعني، ما هو جاي بنفسه عشان ياخدك اهو. فتقول له بس انا مش شايفه ان ده موضوع محرج جدا بالنسبه لي. فيقول لها ليه بس، ما طالما بابا عادي، مكسوفه ليه؟ وبعدين ما تقلقيش انا عاوزه اتجوزك. فتقول له بجد ازاي؟ وبعدين هتعمل ايه بواحده حصل معاها كده عشان تنقذ حياه ابوها؟ فيقول لها ابوها ما تقوليش كده يا بت، انا من غيرك ما كنتش هبقى موجود، ده غير ان الرئيس شو مش هيخلي حد يقرب مني او منك مرة تانية. فيقول له ده اللي كنت هقوله فعلا، تحبي تيجي معايا؟ فتقول له موافقة. فيقول لها تمام. فمتصدق طبعا وبتلزق في ايده وتقول انا كنت لسه بفكر ان حياتي هتبقى معاك احسن فعلا، ومش هخاف من حد يأذيني ويأذي ابويا مرة تانية. فيقول لابوها قبل ما تمشي انا عاوز اتكلم مع تشان شوية. فيقول له تمام ويطلعوا. فتزعق له وتقول له بابا هو ايه اللي بيحصل ده، انا مش فاهمة اي حاجة. فيقول لها دي ضغط القدر اتفتحت لنا يا بت. فتقول له لا انا مش فاهمة حاجة خالص، فهمني. فيقرب منها ويحكي لها، فتضحك وتفرح وتقول له بابا انت بتتكلم بجد؟ لا ده الموضوع شكله جميل خالص، يلا بقى علشان ما اتاخرش عن رئيسي حبيبي. وتسيبه وتمشي وهي بتضحك وفرحانه، وفعلا تروح مع شاو البيت وتتبهر قد ايه هو فخم. ويقول لها من هنا ورايح هتعيشي معايا هنا، وهيكون ليكي خدامين من بكره، واي وقت تحتاجي لاي حاجه عرفيني. فتقول له سيد شاو عارف من يوم اللي حصل وانا حاسه ان احنا هنكون لبعض وان القدر بيجمعنا سوا، ووعدك من دلوقتي ورايح هاخد بالي منك كويس جدا ما تقلقش. وتقرب منه فيبعد ويقول لها الوقت اتاخر ادخلي ارتاحي انتي. فتقول له ازاي بس، احنا مش هننام في اوضه واحده، خلينا نرجع ذكريات الليله دي مره تانية. فيقول لها بس ده مش الوقت المناسب، انا همشي دلوقتي. ويسيبها ويمشي وتتضايق تشن جدا، ويدخل هو اوضته وتكون ناني نايمه على الارض، ويبص عليها ويقول لها اصحي. فتقوم وتقول له انت جيت، هو حصل حاجه؟ ده انا نمت على جنب بعيد علشان لما تيجي ما تتضايقش. فيقول لها انت اكلتي النهارده؟ فتقول له لا انا مش جعانه. فيقول لها انا قلت لك ايه، مش قلت كلام يتسمع من هنا ورايح؟ وتروح تقعد تاكل، لكنها بتقرف وتطلع تجري. ويستغرب شو جدا ويشك ان هي حامل، ولسه هيروح وراها توقف الخدامه وتقول له ان ده وصل لك عند الباب، فياخده ويكون علاج وياخد منه وترجع ناني. لكنها بتكون بتدوخ وتقع في حضن الخدامه، ويخافوا عليها جدا. وتقول الخدامه مالك بس، وان شكلك تعبانه جدا. وتقول للرئيس انه لازم يجيب لها دكتور بسرعه. وبعد شويه تكون تشين ماشيه في البيت وتقول سيد شاو انت فين ياللي هنا، هو مفيش حد يرحب بيا نهائي؟ فتجيلها كبيرة الخدم وتقول لها حضرتك مين؟ فتقول لها انا السيدة شاو المستقبلية، انت متعرفينيش ولا ايه، انت عامية؟ فتقول لها بس الرئيس متجوز فعلا ومراته هنا، انت اللي مين؟ فتتصدم تشان وتقول ايه معقول؟ بس انت هتشوفي ان كلامي ده حقيقي ولا لا، ده كلامي مش كلامه، وهو هيتجوزني قريب. ولو مش مصدقة ممكن تسألي الرئيس بنفسك. فتقولها انت رايحة فين بصوتك العالي ده، الرئيس نايم ما ينفعش تدخلي. لكنها ما بتسمعش الكلام وبتدخل الأوضة، وتلاقي ناني نايمة على الأرض وتصحيها وتقول لها ايه ده، هو انت البنت المجنونة اللي كانت في المصحة؟ يا ترى ضحكتي على الرئيس ازاي عشان يشغلك هنا؟ فتتصدم ناني وتقول تشين انت بتعملي ايه هنا؟ فتضحك وتقول لها هو الرئيس سمح لك تنامي هنا ازاي، مش المفروض تكوني نايمه قصاد الباب زي بقيه الخدامين؟ فتقول لها كبيره الخدم ان دي زوجة الرئيس. فتتصدم وتشين وتقول ايه مش معقول. فتقول لها ناني ان الرئيس نايم جوه وما ينفعش الدوشه دي، وان هو لو صحي هيبهدلك. فتقول لها يبهدل مين اذا كنت انا جايه علشان اشوفه؟ فتقول لها انت جايه تزعقي على الصبح وبتحاولي تدخلي الاوضه بطريقه مش لطيفه، انت ازاي بتتعاملي كده، وان انا هطردك من هنا؟ فتقول لها كل ده علشان انت السيده شاو طبعا، بس لازم تعرفي ان الوضع دوت مش هيفضل كتير، وان كلها كام يوم وتتطلقي، وابقى انا زوجة السيد شاو وهوريكي وقتها. وتحاول تضربها، وهنا يطلع شاو وتقول له حبيبي كويس انك جيت، وان انا مراتك ضربتني بالكف. فيقول لها انت جايه ليه؟ فتقول له انت وحشتني، مش قادره انام من غير ما اشوفك، وجيت اشوفك لكنني منعتني، وغير كده قالت لي كلام وحش قوي، وان هي عاوزه تطردني كمان. فيقول لها ازاي كده، اعتذري منها فورا. فتقول له انت ازاي مصدقها؟ فيقول لها انت بتردي كمان، اعتذري فورا.
فتقول له تشين اعتذري يلا وقولي على نفسك نفس الكلام اللي قلتيه عليا كمان. فتقول لها لا طبعا. فتقول له شفتي يا حبيبي مش عاوزه. فيقول لها ناني دي اخر مره انطقي. فتقول له لا طبعا. فيمسكها ويقول لو ما عملتيش اللي طلبته منك الانسه تشان دلوقتي انا هضربك، تختاري ايه؟ فتسكت ناني. فيطلب ان هو يضربها ويمسكها وتتضايق ناني جدا وتقول انا مراتك بتعمل فيا كده عشان واحده زي دي؟ هي من تشين يعني؟ فيقول تشين دي حبيبتي المستقبليه وهي المستقبل بالنسبه لي وانت لازم تتعلمي الادب. ويضربها ويقول اياك تفكري تقارني نفسك بيها تاني وانك ولا حاجه. ويقول لتشان يلا احنا. وتكون كبيرة الخدم مصدومة وزعلانة على اللي بيحصل وناني واقفة وتشين فرحانة جدا في اللي حصل. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الاول. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عاوزين ملخص الجزء الثاني في اسرع وقت ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. عايزاكم تدخلوا على قناة وورد اوف اكشن وتشوفوا الفيديو اللي لسه نزل جديد، فيديو جميل جدا ومتأكدة ان هو هيعجبكم. هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف والتعليق المثبت. وبس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.